شكرا جزيلا. في الردود على الأسئلة اللي طرحت من السادة الإعلاميين، في السؤال الأول حول الصناديق وكل مرة يجي صندوق، أعتقد على أن من المهم الاطلاع كإعلاميين كنتوا تطلعوا على المعلومات اللي تعود ما هي محجوبة أصلا متوفرة. صندوق كورونا معلوماته موجودة، أوجه الصرف اللي خلقت منه موجودة، اللي بقى منه اللي عدل له موجود. ظهر لي مولانا على أني لين يبذل حد جهد شوي، جهد كي إعلامي بعد مهني عين عليه دور لا يجبر المعلومة. الصندوق الجديد ومن درى كل حد جاب صندوق. هذا الصندوق لعلكم تشيرون الى صندوق الى البرنامج الاستعجالي اللي نعلن عنه امس بتوجيهات من فخامه رئيس الجمهوريه لجعل نواكشوط مدينه عصريه. واعتقد على ان من الانسب التفاعل ايجابيا مع برامج ذا هو هدفها ومقصدها، بدل الاستهزاء او تناولها من زاويه غير جديه، لأن ذاك ما يليق بالإعلامي ولا يليق بصاحب الشأن العام. كعجالة لا نعطي بعد 4 محددات أساسية لهذا البرنامج إياك نعرفه، كانوا يستحق قاعد اللي يناول به من قلة الجدية للأسف السؤال وصاحب السؤال اللي طرحه. جلب المياه إلى جميع أحياء نواكشوط، ونعرفه على عدة أحياء في عاصمتنا إما ما توصلها توصيلات الماء، وإما توصلها وتوصيلات ما فيش، وإذا نعرفه أنه حقيقة يومية موجودة السويصة إلى قسنا ملح، إلى قسنا حياة الترحيل، إلى قسنا القريقة الشورى دار النعيم، إلى قسنا. هذا البرنامج هو في زمن قياسي وظرف قياسي بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية لا يوصل الماء لكل عائلة موريتانية في مناطق جميع مناطق نواكشوط. أعتقد أن هذا يستحق العناء، يستحق الجهد، يستحق التضحية. هذا البرنامج في مكونة الطرقات لا هي يبني 137 كيلومتر من الطريق المعبد في نواكشوط اسفلتي، فيه طريق دائري التفافي على العاصمه من بور يمشي الى دون المطار شوي، الى يجي وراء ستاسيون اللي راك في شمال نواكشوط، ولا يقضى على تنويش بطوله 50 كيلومتر، ولا يمكن من تسهيل المرور خاصة بالنسبة للشاحنات وبالنسبة للحركية التجارية اللي تأخذ من نواكشوط، واللي نعرف أنها دائما تزاحم مقاطع الطرقية اللي في المدينة. هذا 50 كيلومتر. 70 كيلومتر ثانية من اللي قالوا لافواري، الطرق البينية في الأحياء العاصمة، جميع أحياء العاصمة ولا بقات مقاطعة. وخصوصية البرنامج أيضا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لأن تم بناء وتصميمه بالاشتراك المباشر من العمد اللي هم عندهم شرعيه التمثيل، لانهم منتخبين من الساكنه والسلطات المحليه، الحكام والولاة الثلاثه في مدينه نواكشوط، وشاركوا في الاراء ونصاغ البرنامج، وحدد المناطق الهشه والمناطق اللي نتيجه لتطور اما وجود فيها عصابات دائما من الشباب اللي يعودوا زالين عن الصواب في ساعات متأخرة من الليل، لأن ما فهم طرق، لأن ما فهم كهرباء، أعمدة الإنارة لا يجي الطريق، وعدلت الطريق وعدلت 70 كيلومتر من الطرق اللي هي توصيلات تربط بين المحاور الرئيسية في المقاطعات نواكشوط التسعة وفي الولايات الثلاثة. 17 كيلومتر ثانية لا يتعود من عند اللي يقولوا له البراد إلى المطار، مطار التونسي، لا يوسع الطريق، كان في اتجاهين وصقار الاثنين، لا يتم الا في اتجاهين يا غير لا يوسعوا الاثنين، اذا على مده على مسافه 17 كيلومتر. الجزء المكونه الثالثه 470 منشاه تعليميه جديده لا تبنى في العاصمه نواكشوط، 40 مركز صحي. اعتقد بخلاصه لأن لين نعودوا لا نتناولوا الشأن العام بشكل مسؤول، يلا نتناولوه بالجدية وطرح الأسئلة حيث ينبغي أن تطرح. شنو هي مكونات البرنامج؟ شنو هي كلفته؟ شنو هو آفاقه الزمنية لا يحدد فيها؟ لا ينفذ في 16 شهر. أعتقد على أن تضافر جهودنا كاملين كمواطنين موريتانيين نتموا على أن نساعدوا السلطات والجهات اللي تقوم بهذا البرنامج هذا، هو يا غير من مساعدتهم واللي توجيه النقد لها اللي نعود بنا وتنعاتلها على ان ذي المكونه اللي هي انها ما تقدمت نتيجه لكذا، واتخذت جميع التدابير لذلك، لان فم منصات وعاد نشطه، واحده منها قالها مجتمع التعليم، والثاني قال مجتمع الصحه، فيها جميع المنتخبين، فيها جميع اطقم التدريس، فيها الوزارات كامله، وفيها مستشار للوزير الاول. هدف شنو؟ هدف لا مدرسه كذا
معلم السنه الخامسه له نهارين ما يطلع، والله له نهار واحد وقاعد لا نهار واحد ما يطلع. مدرسه كذا فيه فصل ما اهله ما فاتوا بدوا يقرا، مدرسه كذا فيها فصل لا ينهار ومباشره لا تنقل التعليمات وتؤخذ. نفس الشيء بالنسبه للمركز الصحي كذا، قال لي مستلزمات الطبيه، والله الطبيب الرئيس ما يحضر، والله الهدف ما هو الوشايه او الهدف هو ان نتحمى كاملين على ان نحسن جوده الخدمه العموميه المسداه للمواطن الموريتاني. اعتقد ان هذا مكمل للبرنامج الاول وقيد التنفيذ ديجا اللي هي المكونه بعد كاع مكونه المتابعه والتقييم والابلاغ فتنفذ تنفذ. السؤال الثاني مشروع تنميه الصادرات الافريقيه، كانوا عنده زاد هو تعارض مع ايكواس اللي هي مجموعه الاقتصاديه لدول غرب افريقيا، لا ابدا هو يتكامل معها به اللي هو كيف قلت مشروع صادقت عليه جميع دول الاتحاد الافريقي والدول كامله الاعضاء في المجموعه الاقتصاديه دول في الاتحاد الافريقي، وهدفه هذه اليه لتسهيل التجاره الخارجيه واليه للدفع وتيره الاندماج الاقتصادي. وراه بعد بالمناسبه الانضمام للصندوق لا يترتب عليه دفع دولار واحد، هذه اجراء قانوني يلا الدول تقوم به، ياكنه يا غير المصادقه على النظم الاساسيه للصناديق يعود البلد عضو فيها لابد تقبل مسارها قانوني كامل وتنتشر في الجريده الرسميه، حتى اذا قبلنا المسار وينتشر القانون الجريده الرسميه ما نعود عضو كامل عضويه، ما نقدر نستفاد ونستمتع من حقوقنا كعضو. اذا ما في اشكال في هذا. مساله هل عندنا صناعات؟ عندنا بعض الصناعات يا غير تعود مستوى ما هو مرضي بكل تاكيد، واذا بعد لا يزيد علينا المسؤوليه على ان يلا نبذلوا كاملين الجهود على ان نلودوا ذاك اللي قد يدفعها قد يزيد من وتيرتها. خلاصنا الاقتصادي لا يعود في قدرتنا على احداث نسيج تحويلي للثروات اللي عندنا. الثروات اللي عندنا في الغالب تصدر في الخام في وضعها الخام، الين نفوت ونوصل لمرحله انها لا تصدر في وضعها المحول، معناها ان لا تعد مصانع التحويل الحديد هون، ولا يعود ما يمشي من عندنا الشيء من الاحجار، لا يعود يمشي من عندنا الشيء من السبائك والشيء من حديد البناء والشيء من حديد السيارات، صفائح معمله ولا مجهزه، وبالتالي قيمتها لا تعود اكثر مرات بكثيره من قيمه الطن من الماده الخام اللي تمشي من عندنا اليوم. نفس الشيء بالنسبه للسمك، الين يعود يمشي من عندنا ما هو وضعه الخام اللي واخذ من البحر، لا يعود يمشي من عندنا اطباق معالجه، لا يمشي من عندنا علب سردين، لا يمشي من عندنا اكياس اخطبوط مجهزه، اطباق اخطبوط، لا يعود خلقنا شيء ما يفهم القيمه المضافه، شغلنا عدد كبير من الموريتانيين في الارض الموريتانيه واستبقينا اموال كثيره هون في بلدنا، وحصلنا على اموال اكثر من العمله الصعبه عن طريق التسطير. اذا خلصنا في التحويل، وهذا لا القطاع ما سميت الزراعه رغم الخزين الهائل فيها، ولا سميت الثروه الحيوانيه رغم مزايانا التفضيليه الهائله فيها، غير ذا كامل لا كامثله لا نقول على التحويل الصناعه التحويليه هي اللي قد خلصنا فيها. ورقة ألف أوقية جديدة مزورة، قالت الأخت مختلفة عن ورقة، طبيعي ستكون مختلفة، اللي قلت إنها مزورة هي اللي تعد مزورة قطعا، لا تعد مختلفة عن الورقة الأصلية. لا تسلم عملة في العالم من التزوير. التزوير جريمة، وكأي جريمة يمتهنها الشيء من الأشخاص المجرمين. السؤال الأصح اللي بالنسبة لي أتوقع أنه يطرح، والله نقدر نفهم أنه يطرح، من رأي كان فهم تساهل مع من يتعاطى أو يكون ضالع في عمليات تزوير العملات. من رأي كان منظومتنا القانونية ما هي صارمة بالقدر الأساس لتطبيق العقوبات الرادعة في حق المزورين. هذه هي الأسئلة المطروحة. منظومتنا القانونية والترتيبية جد صارمة وواضحة، ومن صرامتها أنها تمت صارمة لين كتبت قاع المادة المعينة على الورقة النقدية. أنا نقدر درك ما عندي تاخذ عملية غير منكم عنده درك ورقة نقدية درعوا فيها، حفظناها مازلنا الصغار نعرفوه، إن مرتكب فوالا هذيك الجملة الشهيرة. إذن هذا وتطبيقها موجود، والسلطات يقظة، السلطات الأمنية يقظة في تعقب هذه المسلكيات المجرمة قانونا، وقط خلق فترة مالها ياسر وضع اليد على اشخاص عصابه كان عندها عملات مزوره، غالبا يعود مزورينها في الخارج باللي قاعد تعود ما عندهم هنا آلة تصنيعيه مناسبه لهذا، وذا يخلق على الدولار ويخلق على اليورو ويخلق على الين الياباني ويخلق على اليوان،
اساسي لا كانت موجوده فهم. اذا ما عندي علم شخصيا بالحاله هذه اللي قلتي، نفهم اوراق برك مزوره، يا غير بعد ملي ما نستبعدها اللي تخلق لا يقدروا يلود له يقدروا ينجبروا ويقدروا ينالوا جزاء ما اقترفوا.